اليوم 9 سنوات نتحارب من السعودية مع المملكة العربية السعودية. هل يوم من الأيام سمعتم الحوثي يتكلم عن معاهدات ما بين اليمن عن المعاهدات اللي حصل بين اليمن والسعودية عام 1934، وفي معاهدات بدأت من عام 1924 وما انتهت إلا بعام 1953، وصارت حرب طبعا بها بسبب الأراضي اليمنية اللي هي إيش معروفة، نجران وجيزان وعسير وأبها وغيرها. ما سمعنا الحوثي يطالبها. هل سمعنا الحوثي انه يفتح بالاتفاقيات اللي تحصل بينهم السعوديه والنقاشات والجلوس؟ هل سمعنا الحوثي انه يجي يتكلم عن المعاهدات هذه او عن ملف اغتيال ابراهيم الحمدي؟ هل سمعنا احد من الشرعيه الهاربه الفارهه بالرياض ان يطالبوا بفتح الملفات هذه واعادتها وتنشيطها من جديد وعاده الاتفاقيات وتفعيلها ما بين البلدين من جديد؟ لا، ما سمعناها. هؤلاء ناس يلعبون علينا، ناس يضحكون علينا، ناس يحاولون يبنوا مصالحهم. الحوثي يدمر اليمن كما تدمرت العراق وكان لها شأن وكلبنان. الشرعية هوذو ثانيا هم يبحثون عن المناصب والكراسي، لا يهمهم اليمن ولا الشعب. لو يموت الشعب جوع، الطرفين ما يهمه ان الشعب يموت جوع. اهم شيء هذا يرضي ايران وذول يرضون دول الخليج والشعب يموت. لا، نحن نبغى نعيش ولا ما حد بيحكمنا منكم. اقسم بالله لا نقاتلكم لاخر نفس.